دي مدرسة أبوكسة الزراعية. والصورة خير دليل، يعني الفيديو بيتكلم عن نفسه، مش محتاجة أي تعليقات ولا أي تفصيل. يعني أنا مش شايف مدرسة قدامي، أنا شايف خرابة، خرابة بكل المقاييس، خرابة بمعنى الكلمة. طيب يعني قبل ما نتكلم على أي مدرسة تاني، يا ريت يبقى نشوف الغلط الأول في المدارس ونصلحه، وبعد كده يبقى نصلح اللي هو اصلا مش يعني مش عارفين نقول ايه. يعني ان كانت دي مدرسه بالوضع السيء ده، اكتر من 3/4 المدرسه عباره عن خرابه، خرابه. مش بس الوجود الرواقد الخشبيه بالكم الكبير ده وعدم استغلالها، لا، انت طل للحجنه اللي طالعه، وطل للزباله اللي حوالين الاقسام، وطل للزباله اللي حوالين الصوب، وطل لعدم الاهتمام بالصوب نفسها، وطل كل حاجه. يعني انت هتشوف كل حاجه النهارده، هتحس ان انت مش واقف في مدرسه، هتحس ان انت واقف في خرابه بكل المقاييس وبكل ما تعني هذه الكلمه. انا حبيت اصور بس الفيديو ده عشان ابعته للناس المسؤوله، علشان الناس اللي بتنتقد زراعه طميه او زراعه الفيوم ومش عاجبها شغلنا، بنقول لهم ان مفيش مقارنه بين مدرسه الفيوم وطميه وبين مدرسه ابوكسه او ترسا. احنا قاعدين في مدارس نموذجيه. احنا عندنا مش احنا عندنا احنا ما احنا مش في مدارس زراعيه، احنا مدارس نموذجيه. ومدارس نموذجيه مش بشهاده حد، ده بشهاده الوزاره. احنا مدرسه نموذجيه بكل ما تعنيه هذه الكلمه من نظام ونظافه والتزام في كل شيء. عندنا الامور مختلفه تماما. احنا بس محتاجين ناس تراعي ربنا في الكلمه وتراعي ربنا في الشهاده، وتبقى عارفه هي بتقول ايه. وقبل ما تنتقد اي وضع، يا ريت لو سمحتوا يبقى شوفوا مستوى المدارس التانية وصل لحد فين، وبعد كده تعالوا انتقدونا وتعالوا طلعوا الاخطاء اللي عندنا. شكرا.